الخيانة ليست وليدة اللحظة، إنها طريق مليء بالكذب والعمالة والتآمر. لكن السؤال المحير، كيف يصبح كوادر كانوا في وظائف سامية وحساسة إلى خونة؟ في عام 2008 أثارت رواية بوعلام صنصال قرية الألماني جدلا واسعا في الأواسط الثقافية الجزائرية. جريدة ألجيري نيوز خصصت ملفا خاصا حول الرواية، فكانت بداية لقصة مليئة بالأكاذيب والخيانة. اتصل الإعلامي حميد العياشي بصنصال الذي كان حينها في إيطاليا لإجراء حوار حول الرواية، لكنه تحجج بضيق الوقت. وبعد نشر العدد الأول بدأت الادعاءات الكاذبة. صنصال ادعى أن روايته منعت في الجزائر، وأن صورته في الجريدة كادت أن تؤدي بحياة والدته المريضة، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. وخلال ندوة في إذاعة فرانس كولتور قام الكاتب والناشر سفيان حجاج بإحراج صنصال. أخرج الجريدة وأثبت أن المقال كان موضوعيا وخاليا من أي اتهامات، وهنا انكشف الكذب. وبعد تلك المواجهة اتصل العياشي بصنصال مجددا الذي اعترف بخطئه وقال غلطوني، لكن الاعتذار لم يكن سوى بداية لكشف وجهه الحقيقي. واختار صنصال طريق الخيانة، من التواصل السري مع المسؤولين الإسرائيليين إلى دعمه العلني للمخزن واليمين الفرنسي المتطرف. تحول مسؤول سامي في الجزائر إلى عدو يهاجم بلده بشكل فاضح. لكن صنصال لم يكن الوحيد. القائمة طويلة: العقيد سمراوي، النقيب هشام عبود، الدبلوماسي زيتوت، أسماء كانت يوما في مناصب حساسة لكنها اختارت الانحراف نحو الخيانة. ما الذي جعل هؤلاء الأشخاص الذين عرفوا خبايا الدولة وأسرارها يتحولون إلى أدوات تخدم أجندات أجنبية؟ هل هو المال، السلطة، أم كراهية دفينة للوطن؟ الجزائر ليست بحاجة إلى هؤلاء الخونة. شعبها يعرف كيف ومن يدافع عنها ومن يبيعها في المزادات السياسية. وهنا الرسالة واضحة: الخيانة لا مستقبل لها. وقد يختار البعض طريق الكذب والخيانة، لكن الوطن دائما ينتصر. فالجزائر عصية على المتآمرين وستبقى شامخة رغم كيد الخونة. إذا أعجبك هذا الفيديو شاركوه ليصل الصوت إلى الجميع. الحقيقة تستحق أن تقال وتنشر. تحياتي لكم والسلام عليكم.